شعيب فاش كان صغير كان ديما الحلم ديالو فاش يكبر يخدم شي خدمه زوينه ويكونوا عنده الفلوس اللي يخليوه يعيش مرتاح. وفاش كبر شويه ديما بقى واضع هذا الحلم بين عينيه، فقرا مزيان وكان كيجي من الاوائل، وموراها دخل المدرسه ديال الهندسه باش يتخرج منها مهندس كهربائي. خدم في شركه اوروبيه في البدايه وبراتب سامين، وموراها اسس الشركه ديالو ولا في حاله ماديه احسن من قبل. ولكن واخا هو ماديا مرتاح ومجتمعيا معروف والناس كتحتارمو، فبقى داك السؤال ديما كيحيرو، ايوا من بعد واتس نيكست؟ علاش انا كاين في هاد الحياه؟ واش انا كاين باش نلبس حوايج زوينين وناكل في بلايص زوينين؟ وجربت كاع الحوايج ودرت كاع المغامرات، ولكن حتى لين غنبقى نجري مورا هادشي، وحتى لين نبقى نجري مورا الحوايج اللي كيبريو شايني ثينكس. واش هذه هي الحياه وصافي؟ وصلت النهايه ديالها وشنو من بعد؟ واشنو المعنى ديال هاد الحياه؟ هذا السؤال اللي حير العلماء والفلاسفه من زمان. الحياه اللي كنعيشوها واللي عاشوها اللي قبل منا لابد تكون عندها شي معنى، وعلاش ضروري كاع يكون عندها معنى كاع؟ واش هذا المعنى ديالها كيختلف من شخص لشخص؟ هذا السؤال الفلسفي هو اللي غنحاولوا نقربوا الاجابه ديالو اليوم ان شاء الله. ملي كنتزادوا اول مره وكتحضرنا الحياه بالابتسامه ديالها، ما كنكونوش عارفين والو في هذه الحياه، ما عارفينش شنو تابعنا وشنو كيتسنانا من راسنا ومن المجتمع اللي كنعيشوا فيه. وملي كنكبروا وكنبداو نوعاو وكتبدا هاد الاسئله المحيره كتقاطر علينا بحال الشتا. وهذا الشيء كيطرا خاصه الناس اللي كيبركوا مع روسهم بزاف، يحاولوا يفكروا في حياتهم وفي الحياه بصفه عامه. واش ضروري يكون لهاد الحياه معنى؟ الحياه اللي كنعيشوها قصيره، واللي كيطول فيها حتى ل 90 سنه ولا 100 سنه هما قلال، وملي كيوصلوا لهاد السن كتولي الحياه صعيبه بمعنى الكلمه، بحيث الانسان فاش كيكبر القوه الفكريه ديالو كتولي ناقصه وكيولي ينسى، والقوه العضليه ديالو حتى هي، وكيبانوا مشاكل ديال الحركه. هادشي الا كمل الانسان حتى لديك السن، حيت حتى حد ما عارف فوقاش غادي يموت. ولهذا كل واحد كيشوف المعنى ديال الحياه من المنظور ديالو، واللي عاده ما كيكونش صحيح. علاش؟ حيت الفهم ديال الانسان كتختلف، ومنها كتجي اختلافات ديال الاجابه على هذا السؤال. كاين اللي كيشوف الكره هي المعنى ديال الحياه، فكتلقاه كيتبع المباريات وكيلعبها سواء بشكل هاوي ولا مع شي فريق احترافي. وكاين اللي كيشوف الفلوس هما المعنى ديال الحياه، فالهم ديالو الوحيد في الحياه هما يتزادوا الاصفار في الرصيد، وما كيهمش منين جات هاد الفلوس ولا واش هذا شي حد باش يوصل للفلوس، المهم يجيو السلام. وكاين اللي الهم ديالو في الحياه هما الطوموبيلات، وخاصو ديما يدوز من طوموبيل لوحده اخرى ومن موديل لموديل، وكيقلب ديما على الجديد في ميزات الجداد اللي بانوا. فالانسان بالطبيعه ديالو كيبغي يكون عنده شي هم في الحياه اللي يرد ليه البال ويشغل راسو به. والانسان لما كانش عنده شي هم في الحياه كيولي يشوف راسو مصالح لوالو، وانه غير زايد في هذه الحياه، وكيولي يفتقد المعنى في هذه الحياه. فمن هذا الجانب ان الانسان كيولي يعيش في هذه الحياه بلا هدف وبلا وجهه، هو امر اللي صعيب، وحتى صعيب على الانسان يفكر فيه. فما يمكنش الانسان يعيش سبهلله في هذه الدنيا، ولازم تكون عنده شي حاجه اللي تخليه يفيق مع الصباح ويبدا النهار ديالو. واش يمكن تكون هذه الحياه غير جات بلا معنى؟ فراه كلشي الاشياء اللي دايره بينا واللي كطرى لينا في هذه الحياه فراه ما يمكنش تكون بلا معنى. فراه صعيب نقولوا بان هذه الحياه كلها فوضى وغير غدا هكذا بلا نظام وبلا تدبير وبلا مدبر حكيم لهذه الحياه ولهذا الكون. وهذا الشيء راه صعيب يتقبلوا عقل الانسان، وخاصه ان اي حاجه في هذا الكون والا كتمشي بضوابط مقاده وكتمشي بواحد النظام ديالها، فحالة الفوضى صعيب نزعموا انها كاينه في هذه الحياه. فالليل كيتبعوا النهار، وعلاش ما نكونوش عندنا مثلا نهار تابع نهار بلا ما نكونوا في واحد الرقعه جغرافيه اللي كتحكم شي ظروف معينه؟ وعلاش يكون العام 12 شهر وماشي اكثر ولا اقل؟ وعلاش الفصول كتختلف من فصل لفصل، وكل فصل كيجي وكيجيب معاه الباكيج ديالو من الطقس ديالو ومن الفواكه الموسميه اللي كتكون فيه؟ وهذه غير التغيرات اللي كتبان لينا حنا، وكاينه التغيرات اللي ما كنشوفوهاش بالعين المجرده. وحتى فينا حنا كمثال الديزاين اللي جا به الانسان فهو غريب. علاش يكون الانف فوق الفم وماشي العكس؟ وإلا كان كندير نعرف نشم الحاجه الخايبه قبل ما ناكلها؟ وعلاش اللسان كاين في الفم؟ وعلاش السنان؟ كان ممكن الانسان غير يبلع الماكله بلا ما يمضغ. واش المعده غتكون مستعده باش تحمل ديك الماكله اللي ما مطحوناش؟
وبلا لسان في بلاصتو اي حاجه المذاق ديالها ماشي مزيان تاكلها واخا هكاك. اما في عالم الحيوانات فراه حديث ولا حرج. كيفاش هاد الحيوانات مبرمجين على الحوايج اللي غتساهم تخليهم يبقاو حيين ياكلوا ويتكاثروا. فالحيوان العاشب ما كياكلش اللحم، والحيوان اللاحم ما كياكلش اللحم، والا اختلت الموازين. هادشي غير شويه من بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو الانسان يتاكد انه كاين نظام مورا هادشي، وانه كاين مسير ومنظم لهذا النظام، وبان الامور اللي كطرا في هاد الحياه راه عندها ميزان كتمشي عليه. وإلا اختلت شي حاجه من هاد النظام كلشي غيترون. فعوض ان كلشي غادي وفق واحد الطريقه معينه غيولي كلشي غادي بعبثيه. ومن هنا يقد يبان لينا ان هاد الحياه ما يمكنش تكون بلا معنى، وبان هاد الشيء ضروري وعندها معنى اللي من اجله كاينين هنايا. والله سبحانه وتعالى دار لينا سبل في هاد الدنيا باش نوصلوا لهاد المعنى. ومن هنا راه كاين اللي كيشوف المعنى ديال هاد الحياه هو الزهد في العباده، وانك تنعزل عن الناس باش تعبد الله سبحانه وتعالى. وكاين اللي كيشوف ان المعنى ديالها ما هو الا ركض وراء اشباع اللذات الماديه. فالراي اللي كيقول ان هاد الحياه هي فقط هي زهد، فهاد الانسان اذا ما انعزل على الناس راه ما غاديش يكون فعال في المجتمع ديالو بالطريقه الفعاله. فالحياه الحلاوه ديالها كاينه في ديك التماره ديالها، وفي ديك التماره اللي كيضرب الانسان ملي كيخرج يخدم باش يعين راسو اللي معاه، وماشي يبقى يساين شي حد اللي يصرف عليه. فما هذا من المروءه، وانما المسلم يكد ويجتهد في طلب الرزق بكل الاسباب الحلال، ولكن ماشي لدرجه ان الانسان يولي عبد لهذا العمل، بحيث ان العمل يولي مقدس عنده لدرجه ان الروحانيات ما تبقى تمثل ليه حتى حاجه في حياته. وهذا الخطاب ديال الخدمه 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 هو مبالغ فيه الى حد ما. فراه كاين الخدمه وكاين العائله وكاين الصحه والعلاقه مع الله اللي ديما غاده بالتوازي مع هذا الشيء كامل. والميل شي جهه من الجهات هو ماشي حاجه صحيه في طريق الوصول للمعنى لهذه الحياه. والمعنى ديال هذه الحياه هو العماره ديال الارض بالخير، اي انك كانسان عادي تعيش في هذه الحياه بطريقه خيره وتكون مزيان مع الله عز وجل ومع راسك ومع الناس. وراه صعيب نلقاو معنى لهاد الحياة بلا ما نرجعوا لله سبحانه وتعالى، حيث ما كاين حتى انسان فوق هاد البسيطة اللي يقدر يعطيك الاجوبة لكاع الاسئلة ديال هاد الحياة، لانه كيبقى انسان في اخر المطاف. والكاميرا اللي كيشوف بها اللينز ديالها كيشوفو بشكل افقي، وما يقدرش تكون عنده نظرة شاملة على هاد الحياة بسبب النظرة المحدودة ديالو. وحتى من ناحية الأخلاق في الحياة اليومية ديالنا راك ما غتلاقاش مع شي إنسان اللي غتكون الأخلاق ديالو فاضلة لواحد الدرجة وما عنده مشكل مع التحد. هادشي ما يمكنش في الدنيا، هادشي غير في الجنة. فحتى التعامل ديالنا دائما كتلقى في الطريق باش ترضي واحد الإنسان استمتع على إنسان آخر بلا ما تحس، ماشي حيت بغيتي، ولكن حيت ما يمكنش تكون قادر تشوف كاع الجوانب وتدرس كاع الاحتمالات، حيت في آخر المطاف انت غير إنسان. فالميل ديال الكفة ديال الدين بدرجة المغالاة بحيث تولي تشوف راسك مع الفرقة الناجية، ولا التملص من الدين مرة واحدة بداعي أنك تعيش الحياة ديالك كلها دفعة واحدة، ما عمرها ما غتوصل للحقيقة الحقة ديال المعنى ديال هذه الحياة، واللي هي أن الإنسان يعمر هذه الأرض بالخير. فكيكون الإنسان أداة لنشر الخير على قدر الاستطاعة ديالو، وما يكونش آلة لإنتاج الشر 24 ساعة على 24. ومادام ان هاد الحياة قصيرة وما غاديش نعيشوها جوج المرات، فعوض ان الانسان يبغي يعيشها كلها ملذات ويكون بعيد عن الطاعات، واللي هو التفكير ماشي صحيح، لانه عندما كتكون عندك شي حاجة محدودة كيخص الاستفادة منها بطريقة صحيحة لأقصى الحدود وماشي العكس. ودابا شنو المعنى ديال هاد الحياة في الواقع ديالنا؟ كل انسان في هاد الدنيا الا وخلق الله كيعرف يدير شي حاجة، والمعنى الحقيقي ديال هذه الحياة هو انك تعطي شي حاجة اكثر منك، وبجانب الفلوس تلقى واحد الخدمة اللي تعاون فيها الناس وفي نفس الوقت تجيب بها قوت اليوم ديالك. كاين الانسان اللي كيكون موهوب في الهضرة بحيث كلشي الناس كيقولوا ليه الهضرة ديالو زوينة، فهاد الشخص باش يلقى المعنى ديال الحياة فالامر سهل، هو انه يستثمر هاد الموهبة ديالو في الخير حيث يعاون بها الناس، هذه من جهة، وغادي يكون راضي عليه الله سبحانه وتعالى هذه من جهة أخرى. وكاين اللي عنده القابلية أنه يعاون الناس بلا ما يحس بأن هذا الشيء مقلقو، ويقدر يديرو كاع بلا فلوس. فراه هاد الشخص يقدر يلقى معنى ديالو في أنه يدير شي مهنة اللي كيعاونوا فيها الناس، فحال تكون طبيب ولا ممرض ولا إطفائي،
وهذا ما كيعنيش بان الحرف اخرى ما عندهاش معنى، فالمعنى في انك تكون عندك قيم الخير والصلاح والنبل والفضيله وانت كدير اي مهنه من المهن. فالميكانيكي الا مشى عنده شي شخص وصلح ليه العطب ديالو بلا ما يغشو وتعامل مع المشكل اللي عنده في حال المشكل ديالو، فراه غيكون رابح من جوج ديال الجهات، من الجهه ديال الله انه عاون واحد الانسان، ومن الجهه البراغماتيه النفعيه ربح كليان جديد اللي غيبقى رجع عنده كل مره ويقد يبقى يصيفط ليه الناس اللي عندهم شي عطاب. فهاد القيام ديال الخير ديما نافعه في الدنيا وفي الاخره. وكذلك مثل الجزار إلا جا عنده شي شخص وعطاه اللحم مزيان بلا ما يغشو، فراه غيكون رابح معاه حتى هو. وهاد التصرفات كتكون واحد المحبة ما بين الناس ماشي عادية، لأنها تبنات على أسس صحيحة وما تبناتش على المصلحة اللي غتسالي مع الوقت، وإنما إلا درتي الخير فراه ديما الناس غتبقى تفكرك به. ونضرب مثال ديال واحد الشخص اللي كان الحلم ديالو يسوق الطاكسي، فهالإنسان دائما لابس الهندام أنيق، وخا الصباح بكري فايق ناشط وكيضحك مع الناس، فكاع الناس اللي كيطلعوا في الطاكسي كيتعجبوا كيفاش هذا سائق الطاكسي وكيبان بحال مدير ديال شركه. والجواب لانه لقى المعنى ديال الحياه ديالو، واخا تكون عنده المهنه ما كتدخلش ليه واحد المدخول اللي كبير، ولكن هذا الانسان ماشي غير عاجبه الخدمه اللي كيدير، وانما كيديرها هو فرحان، وفي نفس الوقت كيدخل فرحه الى كاع الناس اللي دايرين به. فالانسان ماشي ضروري يكون خدام شي خدمه واعره هادي لقى شي معنى لحياته، وانما كل انسان من البلاصه اللي هو فيها دابا يقد يكون عايش حياه مضبوطه، حيت ما رابطش هاد الخدمه بداك الاجر اللي كياخد، وانما مع الاشياء الزوينه اللي كيدخلها على انسان اخر، وحيت عارف انه الا تعامل مزيان حتى هو غادي يتعاملوا معاه مزيان فاش تدور الدوره ديال الخير.